السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ عساكم طيبين وبصحة وعافية. المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن جزئية الفقرة واشتغلناه بصورة عملية وأديتكم تمرين نتمنى الناس تكون اشتغلته. الليلة إن شاء الله حنتكلم عن موضوع جديد ومهم شديد في الوورد، اللي هو أنا كيف أعمل لي جداول في البرنامج وكيف أصمم وأضبط الجداول دي. فحنجي نفتح البرنامج من قائمة ستارت، بمشي لبرنامج مايكروسوفت وورد اللي هو WORD. أقول له هندله ده البرنامج جميل. أكد إنه النافذة معي كبيرة. حلو. طيب زي ما اتفقنا دايما نتأكد من اتجاه النص وحجم الخط، يعني اتجاه النص باليمين، حجم الخط يكون 16. كده نحن جاهزين نشتغل. طيب الجداول أنا بلقاها وين؟ عندنا قائمة فوق بعد الصفحة الرئيسية اسمها إدراج. قائمة إدراج. في الأدوات بتاعة الإدراج عندنا جداول، صور، قصاصات فنية، أشكال، حنتكلم عنهم إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات الجاية. الليل نحن حنركز في الجدول. فحنمشي لكلمة إدراج، بجي لكلمة جدول هنا تظهر لي المربعات الكتيرة دي. ممكن اختار من هنا لكن حنشتغل بالطريقة الأصح. لو من كلمة جدول حاجة تحت لإدراج جدول تظهر لنا النافذة الصغيرة دي. تاني، أول حاجة نحن واقفين في قائمة إدراج، بمشي لجدول، حاجي لجملة إدراج جدول هنا. طيب قال لي إدراج جدول داير حجم الجدول. الجدول بيتكون من أعمدة ومن صفوف، يعني بجي بحدد له عدد الأعمدة المطلوب وعدد الصفوف المطلوب. يعني مثلا نقول دارين 6 أعمدة، باجي في الأعمدة هنا هسه مكتوبة 5، ممكن أزيد بالسهم الصغير ده لفوق، شايفين؟ أو أنقص بالسهم التحت كده، زيادة، نقصان. فالأعمدة دارين 6. الصفوف مكتوبة 2، ممكن أزيدهم أبقيهم مثلا دارينهم 10، لو زار نقص برضو بالسهم التحت. فدارين الأعمدة تكون 6 والصفوف 10. بعمل له موافق، حيجيني جدول طوالي عندنا 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، ف10 صفوف، 1 2 3 لحد كم؟ لحد 10. نعمل تراجع، نعمل الخطوة دي تاني، كنترول زد. قلنا دايرين نعمل الجدول، حامشي لكلمة إدراج، بجي لكلمة جدول، بجي لإدراج جدول تحت، بختار عدد الأعمدة. المرة دي مثلا دايرين 3 أعمدة والصفوف دارينم 5، وأقول له موافق. وعد الفكرة؟ جميل. طيب كنترول زد نعمل لنا جدول أخير عشان نشتغل عليه. حنجي إدراج جدول، إدراج جدول، دارين المرة دي 3 أعمدة و3 صفوف، وأقول له موافق. طيب يلا لاحظ لحاجة مهمة شديد، ودي حتلاقينا في إدراج دائما. أنت بتجيب الجدول من إدراج، لكن الشغل تاني حيكون في حاجة اسمها الأدوات. لاحظ هنا أدوات الجدول ظهر لي فوق، يعني وظيفة إدراج هنا انتهت. تاني ما حامشي لإدراج نهائي إلا إذا عايز أعمل جدول جديد. لكن أنا أنشأت الجدول من إدراج، باقي الشغل كله حيكون في أدوات الجدول أو تيبل تولز. حلو؟ تمام. أدوات الجدول دي ما حتكون ظاهرة لو أنا طلعت برا الجدول. يعني هسه أنا واقف جوا الجدول صح؟ عندي لها ظاهرة قاعدة، جيت ضغطت برا الجدول حتختفي مباشر وحيرجع لي للصفحة الرئيسية الخاصة بالنصوص العادية. رجعت في الجدول جوا حتصل لي الأدوات، شايفين؟ طلعتها حتختفي. داير أقول لك شنو يعني؟ أنت لما تكون شغال في الجدول تتأكد إنك واقف جوا الجدول، يعني ما أقف برا وأقول داير أعدل على الجدول، كده غلط. أقف جوا الجدول، كون واقف، أدوات الجدول هندلها وبيشتغل عادي. طيب دايرين نكتب على الجدول. نحن واقفين في الخلية الأولى،
مثلا دايرين نقول الرقم، نزل لنا بيانات عامة. عشان أمشي الخلية اللي بعديها ممكن أجي بالماوس أضغط على الخلية التانية، أو لو داير أمشي لأي خلية بس بالماوس عادي. أو حنشتغل بطريقة أصحى، أنت واقف في الخلية الأولى اللي هي الرقم، حاستعمل زر التاب، اشتغلناه أمس لما عملنا السنتيمتر بتاع شنو المساحة. التاب الرقم بمشي بالتاب، حمشي الخلية اللي بعديها طوال. عندي الاسم بمشي تاب، السكن، كده كده خلصنا عناوين الرقم الاسم السكن. لو عملت تاب حينزل لي تحت يواصل عادي، مثلا رقم واحد اسمه نقول محمد أحمد، محمد أحمد. تاب السكن مثلا الخرطوم. حلو. اتنين تاب مثلا نقول فاطمة الأمين. تاب مثلا السكن بحري. طيب الحصل شنو هنا؟ نحن عندنا شخصين بس. أنا إذا عايز أضيف ناس جداد، هل حأمشي تاني أعمل جدول جديد؟ لا طبعا. لو مشيت كده غلط، مشيت إدراج جدول وجيت قلت له داير إدراج جدول واخترت الصفوف والأعمدة وعملت موافق، لاحظ حيحصل شنو؟ حيجيب لي جدول جوا الخلية، وده خطأ كبير. بعمل كنترول زد عشان أرجع. أنا كيف بضيف صفوف إضافية لتحت؟ التاب قلنا بتتنقل لي صح؟ يعني لو واقف في الرقم عندي لا تاب الاسم، تاب السكن، تاب رقم واحد محمد أحمد خرطوم، اتنين فاطمة الأمين بحري. طيب بعد بحري ما في حاجة انزل لها تحت، عشان كده أنا بجيب في آخر خلية وبعمل تاب. طوالي بنشيل شنو صف جديد. لاحظين؟ كنترول زد تاني، أنا بجيب في آخر خلية عندي في الجدول تحت وبقول له تاب، بنشيل لي صف جديد. عندنا مثلا ثلاثة عمر آدم. السكن مثلا نقول مدني. تاب نعمل صف جديد. أربعة زينب عبد الله. السكن أم درمان. تاب نمرة خمسة. عندنا أي اسم اللي هو مثلا مصعب عمر. تاب نقول برضو الخرطوم. جميل. فلو ده تواصل عادي بالتاب، بتواصل بياناتك ما فيها حاجة، أو نعمل تراجع عشان نلغي الموضوع ده بالكنترول زد. أها، ملاحظين في حاجة حصلت صح؟ اللي هو جايب لي كلمة أم درمان هنا فيها خطأ. قال لي أم درمان فيها خطأ. الخطأ شنو؟ نشوف. نضغط على الكلمة كليك يمين زي ما اتفقنا. بجي بعد ده بشوف الخيارات عندي. الخيار الأول الدرمان المدرمان شنو ما عارف، المهم جاب لي كلمات كده من عنده على أساس إنه مفتكرة قريبة الكلمة دي. الخيارات الجابة كلها غلط، يعني ولا كلمة من دي صح، إلا مثلا أم درمان اللي هي المفصولة دي. لكن أم درمان هي كلمة واحدة أنا داير زي ما هي كده. في حالة زي دي أنا بعمل شنو؟ الكلمة أنا عايزة كده وجاب لي فيها خطأ، بقول له ما مشكلة أنا دايرة كده، فأعمل تجاهل للخطأ. بعمل كليك يمين، الخيارات طلعت ما ياها، بجي بقول له تجاهل. طوال هيواصل لي عادي. تاني كنترول زد، كليك يمين في الكلمة، إذا ما لقينا الخيار الصح وأنا عايزة كده زي ما كتبتها، بجي بقول له بس تجاهل. الموضوع انتهى. حلو. تمام. كده الجدول اتعمل معي. متذكرين موضوع الترتيب بتاع الأسماء؟ نطبقه هنا أول حتى نشوف الباقي. نحن دايرين نرتب الأسماء من الألف للياء. الرقم ده اعتبره مثلا زي الاي دي او الرقم الوطني، يعني كل زول هنا عنده رقم خاص به. خليك من الترتيب بتاع الارقام هسي. انا ده ارتب شنو الاسماء. فبكل بساطه بجي بحدد الاسماء بتاعتي، محمد احمد لحد مصعب عمر. هالترتيب من وين؟ ترتيب من الصفحه الرئيسيه صح. بنجي لشنو الجزئيه بتاعت الفقره عندنا من الاي تو زد، بضغط عليها، بقول له داير ترتيب تصاعدي من الالف للياء، اقول له موافق. طوال حلقة ورتب لي زينب
حتى عمر حتى فاطمة حتى محمد حتى مصعب. حتى الأرقام ذاتها يعني الصفوف ذاتها ترتبت، الصف ده مشى فوق ده نزل تحت، يعني زول ببياناته ما الأسماء بس، لا البيانات ذاتها ترتبت معي. تمام. طيب ده العكس، مثلا الأسماء دائرة من الياء للألف، بيجي فرز بقول له داير المرة دي شنو، تنازلي، وأقول له موافق، حيبدأ لي مصعب محمد فاطمة عمر زينب. ده بالنسبة للأسماء. ده رجع الأرقام، ممكن أجي أحدد الأرقام، ده أرتب حسب الرقم، بحددهم بيجي لي فرز، بيجي بقول له داير هنا شنو، تصاعدي من الواحد والاثنين والثلاثة ويواصل، فحيرجع لي الوضع زي ما هو. يعني بناء على الحاجة اللي انت حتحددها، يا إما الأسماء أو الأرقام، حتى ممكن المدن برضه تتحدد وترتب. جميل. فحنخليها مرتبة بناء على الأسماء. يحدد الأسماء، أمشي أقول له فرز، أقول له ده تصاعدي من الألف للياء عشان تكون مرتبة معي بالطريقة دي. حلو. جميل. طيب بعد ما عملنا الجدول، أنشأنا الجدول وملينا البيانات بتاعتنا ورتبناه، خلاص اتفقنا إنه الجدول ده ما فيه حاجة تاني حنضيف ولا حننقصها. بعدها حنشتغل التصميم على الجدول. حاكون واقف في الجدول، ومن أدوات الجدول حامسي لي كلمة تصميم، ما إدراج. إدراج ما عندي فيها حاجة. أكون واقف في الجدول في كلمة تصميم، هندلة تصميم. عندنا جزئية مهمة شديد اسمها أنماط الجدول. في تصاميم جايبة لي البرنامج حلوة وظريفة شديد، شايفين فوق هنا ألوان. لو أنا ضربت بعمل أول، أو ممكن أدوس في السهم الصغير ده اسمه المزيد، ده بظهر لي كل التصاميم. بعد ده بجي بختار التصميم اللي عايزه، ولا ممكن أنزل بالمسطر دي لتحت وأشوف الخيارات المتوفرة. تمام. فأنت بتاخد راحتك بعد ده، شوف التصميم المناسب معك وتعال شنو اشتغل به. كمثال أنا داير التصميم ده. حلو. طيب اخترت التصميم ده، ترجع التصميم زي ما كان، اللي هو الأبيض والأسود اللي قبل شوية. من التصاميم برضو من السهم عندك أول واحد اسمه جداول عادية. حلو. تمام. يعني يا أجي اختار لي تصميم ملون، أو أرجع أقول له داير جداول عادية. مبدئيا هسه حنختار لنا تصميم نشتغل عليه. لاحظ إنه في تصاميم بتجيني مسطرة، يعني فيها خطوط، شايف مثلا زي ديل كلها بس مسطرة، أو شايف زي ديل مثلا ما مسطرات، يعني في الخطوط بتاعت الأعمدة دي ما في، ولا الخطوط بتاعت الصفوف دي ألوان ساك. تمام. طيب أنت هتختار لك واحد جاهز زي ده كده مثلا، مكتمل ما فيه حاجة، أو لو اخترت واحد من ديل ده تسطر تعمل شنو. الخطوة المهمة جدا بعد التصميم، لو دار أعمل الخطوط بتاعتي، في حاجة اسمها الحدود ويتكلمنا عنها هامس. اللي كان في الترويصة، يعني الخط اللي كان عملناه تحت الشركة، متذكرين؟ تمام. ده برضو قاعد لي في تصميم، يعني ما لازم امشي الصفحة الرئيسية هندلو. حكون واقف في الجدول، حامشي لحدود، آخر حاجة تحت عندنا حدود وتظليل، حدود وتظليل. نفس الواجهة دي لاقت نامس، حاجة اختار شكل الخط مثلا ده. الفكرة هنا شنو؟ بعد اخترت الخط ما حاهبش هنا نهائي. الخط بيجي بيختار حاجة اسمها شبكة، في كلمة شبكة دي في المربع، لأن الجدول عبارة عن شبكة أو خلايا قاعدة جنب بعض شكل شبكة. طوالي بيسطر معي، بختار الخط بقول له شبكة، موافق، حيتسطر معي طوالي. تاني كنترول زد، واقف في الجدول، بمشي لكلمة حدود، آخر حاجة حدود وتظليل، بيجي بيختار شكل الخط من هنا، وبجي بقول له داير شبكة وأعمل موافق. الجدول كله حيتسطر معي عادي. جميل. جميل. دي الفكرة بتاعت الجدول المبدئية. بعد شوية في بعض التعديلات حنضيفها عشان نتوسع في الموضوع أكتر. إذا عايز تمسح الجدول بخطوة بسيطة، عندك في الجدول علامة زائد بتلقاها قاعدة باليمين فوق هنا، تكون واقف في الجدول علامة الزائد دي شايفينها، حاضر علامة مرة واحدة، وأقول له باك سبيس، السهم بتاع المسح العادي فوق للإنتر، باك سبيس.
ده أرجع الجدول كنترول زد. تاني ده أمسحه، كنت بقيت في العلامة بتاعت الزايد دي بضغط عليها مرة واحدة وبقول له باك سبيس. جميل. حلو. طيب حنشتغل لنا نموذج متكامل كده عشان نشرح فيه باقي الأدوات على الجدول. النموذج حيكون عبارة عن فاتورة شركة بتاعت مبيعات، وبتصمم لها فاتورة ببرنامج الويرد. فعندي البرنامج واقف قدامي، أتأكد إنه الاتجاه باليمين، وأجي أقول له حجم الخط 16. تمام. طيب نبدأ، حنكتب أول حاجة الترويصة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مثلا شركة الفجر التجارية. الفجر التجارية. بس دي الترويصة، ما في حاجة تانية. عندي التاريخ، يلا ركز في التاريخ شوية. التاريخ نقطتين فوق بعض، شيفت كاف. بعدين أنا ما داير أكتب يوم معين، فداير أخلي المساحة دي فاضية، يعني بعدين القلم التاريخ اتكتب بالقلم. فهعمل سبيس مسطرة، مثلا 3 مرات، 1 2 3، مثلا 4 5، أدي مساحة كافية. بعمل الإسلاش شيفت ميم. تاني بعمل مساحة بالمسطرة، 5 مساحات. وبرضه شيفت ميم كده. بعدين الزول حياخد راحته في إنه يكتب اليوم ويكتب الشهر. نقول هنا 2025، دي ثابتة ما فرقت، 1000 ميلادية. تمام. عندنا السيد. بعدين الزول حيشتري فلان الفلاني، برضه حتتكتب بالقلم. فدر أعمل نقاط، بقول له الشيفت مع حرف الزين، بكون دايس الشيفت وبدوس الزين مسافة. سيد فلان الفلاني. ممكن أقول له المحترم. المحترم ده عشان المساحة نكتبها بهناك في نفس السطر. المحترم. السطر اللي بعديه بنكتب فاتورة. فاتورة مبدئية، ممكن تكون فاتورة نهائية أو فاتورة مبدئية أو فاتورة ساي، برضو على حسب الشغل. عندنا في الفاتورة دارين نعمل جدول، بعدين يكون فيه الصنف والأسعار والكميات وكده. فالجدول دارين تولي على 10 صفوف لمنتجات. ركز يلا، دارين 10 صفوف لمنتجات. ودارين كم عمود؟ مثلا العمود الأول الرقم، العمود الثاني البيان، العمود الثالث السعر، والعمود الرابع الكمية. فأنا بركز في الأعمدة أهم من الصفوف، لأن الصفوف ممكن أضيفها بالتاب بسهولة. حنمشي إدراج فوق، نقول له دارين جدول، إدراج جدول. الجدول فيه 4 صفوف، 4 أعمدة، ومبدئيا 10 صفوف. حنحتاج لصفوف ثانية حنضيفها بعد شوية. موافق. الجدول دارين نكتب هنا الرقم، الخلية البعدية البيان، مثلا كده 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 اشترينا البضاعة الفلانية. عندنا السعر والكمية، هتقول لي في عمود ناقص هنشوفه هسه. حنجي في الأرقام هنا، هنرقم يا واحد من اتنين، يا أرقم يدويا، 1 أنزل بالسهم، 2 3 4، الأسهم الأربعة دي، 5 6 7 8 9. دي طريقة. أو أعمل تراجع، أحدد الجزئية دي كلها كده، أقول له يا أخي أنا داير أعمل شنو ترقيم من الصفحة الرئيسية. هنا الترقيم، مشيت الصفحة الرئيسية، ترقيم السهم، تلاقيه داير 1 2 3 4 لحد 9. فلاحظ نحن قلنا قبل شوية دايرين كم صنف؟ دايرين 10 صح؟ الصف الزائد ده مشى وين؟ عندنا صف بتاع عناوين لازم نحطه في بالنا. الرقم البيان والسعر والكمية ده أخذ له صف، الباقيات بيقول لي 9. يلا حنعمل شنو؟ نجي في آخر خلية هنا ونقول له تاب. تلقائيا لو نحن شغالين بالترقيم التلقائي حيشتغل لي، حيقول لي 10. فلو شغال يدويا يا هو بكتب 10. تمام. في صف أخير حنعمله تحت برضه، رقم 11 دي حنمسحها. أجي في الخلية وأمسح.
حنسميه إجمالي الفاتورة. إجمالي الفاتورة. فكده دي البيانات بتاعت الجدول. طيب نحن دايرين نضيف عمود زيادة هنا. لو انت عندك مثلا البيان، نقول جهاز حاسوب، سعر الجهاز الواحد نقول مثلا 200 ألف. الكمية في زول جاي اشترى لابتوب، اللابتوب كان ب 200، اشترى اتنين. اها، معناها اللابتوبين حيكونوا بكم؟ 400. فدايرين عمود إضافي هنا عشان بعدين نكتب فيه الإجمالي بتاع المنتج الفلاني. 200 في 2 يجيني إجمالي السعر هنا. فعشان نعمل عمود إضافي ما حنعمله بالتاب، التاب دي للصفوف بس والصفوف التحت. عشان نعمل عمود إضافي بيجي بقيف هنا في الكمية. أها، العمود الإضافي حيكون يمين الكمية ولا يسار الكمية؟ نحن دايرين نعمله بيجات. لو أنا واقف في الكمية حاقول له دارو يسار الكمية، يسار عمود الكمية. فحندوس كليك يمين في الخلية بتاعت الكمية، حاجي هنا لكلمة إدراج. عندي خيارات كتيرة. الخيار الأول إدراج أعمدة إلى اليسار، أو إدراج أعمدة إلى اليمين، أو إدراج صفوف لأعلى، أو إدراج صفوف لأسفل. نحن دايرين يا تاسي دايرين نعمل أعمدة إلى اليسار. كده هيجيني العمود الجديد. لاحظين؟ لو داير أمسح العمود ده بجي بحدده وبقول له باك سبيس، هيتمسح معي مباشر. تاني، داير أعمل عمود يسار الكمية، بجي في الكمية بدون تحديد، بضغط كليك يمين، بمشي لكلمة إدراج، بقول له داير أعمدة إلى اليسار. داير أمسح بجي بحدد وبمسح. بالنسبة للمسح مثلا داير أمسح السعر، بجي بمسح السعر، بحدد، بمسح عادي. داير أمسح البيان، بحدد البيان، بمسح بالباك سبيس. داير أمسح الجدول كله، بمشي علامة الزائد هنا، بقول له باك سبيس. ده أرجع الوضع زي ما كان، بعمل تراجع كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد. وقعت الفكرة. فالمسح أنا بحدد باك سبيس. الإدراج كليك يمين في العمود، إدراج أعمدة إلى اليسار. ده قلنا حنسميه شنو؟ إجمالي السعر. لو ده تعمل عمود يمين المرة دي، مثلا يمين الكمية أو يمين السعر، بجاي بين البيان والسعر، بجي في السعر بقول له كليك يمين، إدراج أعمدة إلى اليمين، هيجيني عمود هنا طوالي. كنترول زد، تراجع. فأظن الفكرة بعد ده وضحت، يا إما العمود لليسار أو اليمين. طيب بالنسبة للصفوف، مثلا لأي غرض من الأغراض أنت داير تعمل صف ضروري يكون بين الأربعة والخمسة هنا، ضروري يكون هنا. مثلا اسم لازم يكون في الحتة دي أو حاجة بالشكل ده. فحاجة في الأربعة أقول له كليك يمين، إدراج، لكن إحنا دايرين شنو؟ إدراج صفوف، يا أعلى الأربعة ولا أسفل الأربعة. فنحن دايرين بين الأربعة والخمسة، حقول له شنو؟ إدراج صفوف لأسفل. هيجيني صف جديد حيرقم لي تلقائيا، حلقة صفوف بقت لي 11. داير أمسحه، ممكن أحدد الصف وأقول له باك سبيس، أعمل موافق، حيتمسح. تمام. داير أعمل صف فوق العناوين، بدوس في العناوين فوق، كليك يمين، إدراج، إدراج صفوف لأعلى، حالقى إنه جاي صف فوق. داير أمسحه، بحدد وبمسح، أديه موافق. وعلى الفكرة الكلام ده عيدوه تاني وارجعوا له وتطبيقه كم مرة، لأنه مهم صراحة شديد. كتير بنغلط مرات، جدول يكون ناقص عمود، يكون ناقص صف، وبنزل البيانات. فغلط إنه أنت تمسح الجدول وتعيد الشغل من جديد. بس حل المشاكل دي والموضوع بيظبط. جميل. تمام. طيب عندنا إجمالي الفاتورة هنا. إجمالي الفاتورة داير شنو؟ داير بعدين الرقم النهائي لكل المنتجات. يعني الزول اشترى الحاجة الفلانية بالسعر الفلاني، كمية جات بيه كده. نمرة 2 كده كده إجمالية كده. 3 كده كده إجمالية كده. إجمالي الفاتورة كله بعدين يجمع عليه العمود ده ويجمع عليه هنا. فدي الخلية المحتاجين لها. ممكن الأربع خلايا دي كلها نبقيها خلية واحدة للتنسيق بس. هنا 1 2 3 4.
فبجي بحددها من الأربعة. الأخيرة ما معانا لأنه دي حتكون فاضية. حاجة أقول له في التحديد ذاته ما برا. بعد ما حددنا كليك يمين، عندنا خيار اسمه دمج الخلايا. دي معناه بقى لي الحاجات دي كلها خلية واحدة. لو ضغطنا برا حتلقى إنه الكلام ده كله بقى لي خلية واحدة. تمام. كنترول زد تراجع في أي مكان. مثلا حددنا ديل بطريقة عشوائية، داير الخلايا دي كلها تبقى لي حاجة واحدة. بحدد، بدوس كليك يمين، حاقول له داير دمج الخلايا، حيقبل لي مربع واحد. كنترول زد تراجع. جميل. طيب عندك بعد ده الجدول المكتمل ما فيه حاجة. الخطوة الجاية طوالي حنعمل تصميم. حنمشي لكلمة تصميم، قبل ما نعمل تصميم نعمل الدمج هنا معلش. 4 خلايا، كليك يمين، دمج الخلايا. نكون واقفين في الجدول ونمشي لكلمة تصميم فوق. نختار لنا أي تصميم من التصاميم الجاهزة دي هنا. ممكن ندوس في السهم، تختار أي واحد. أنا حختار واحد ما مسطر عشان أطبق التسطير للمرة الثانية. اخترت ده مثلا. الحدود حنعملها من وين؟ حامشي لكلمة حدود. آخر حاجة حدود وتظليل. حاجة اختار شكل الخط اللي عايزين نشتغل بيه، وأهم حاجة أقول له هنا شبكة، واضغط على موافق. كده الجدول ماله مكتمل. حانزل تحت عشان أكمل كتابة برا الجدول. ممكن أخلي المساحة دي فاضية أو السطر ده فاضي. أنزل انتر عشان الكلام ما يكون ملصق. خلينا سطر فاضي، ونقول عندنا المبلغ كتابة. تمام. وعندنا آخر حاجة برضو نخلي سطر فاضي للتنسيق، الختم. حلو. جميل. نجي ننسق الكلام ده من الصفحة الرئيسية عادي. بجي بحدد السطرين الأوائل، أجيبها في الوسط. فاتورة مبدئية برضو حنجيبها في الوسط. عندنا المبلغ كتابة، دي ممكن نخليها على أساس إنه بعدين المبلغ يتكتب هنا، ونعمل لها نقطتين فوق بعض. بعدين المبلغ يتكتب عادي كتابة، مثلا 200 مليون كده. مهم. الختم حنجيبه هنا باليسار. بحددها بيجي باليسار عشان الختم بعدين يظهر بطريقة واضحة. نجي تاني نغير أشكال الخطوط شوية. البسملة، شكل الخط، نختار الخط ده. شركة الفجر ممكن أحدد، ونغير شكل الخط بحاجة كده احترافية شوية. ننزل عندنا خط اسمه بي تي بولت هيدين، بيستعملوا كتير للعناوين. السيد ممكن برضو أحددها. اختار نفس الخط كده. الفاتورة المبدئية برضو نفس الحاجة، أديها خط. وممكن في حالة زي دي الفاتورة المبدئية تكون أكبر شوية، يعني ما تكون 16. 16 دي باقي الكتابة، لكن هي داير أكبر الفاتورة على أساس إنه ده عنوان يكون بارز. فأنا محدد ممكن أكبر، قلنا بشنو؟ بالآلي. وممكن أصغر بالآلي. فما في حجم خط هنا ثابت، شوف المناسب بس مثلا 26 كده شايفها كويسة. في شنو تاني تحت؟ نطبخ كتابة قاعد وكله مظبط معي. نجي نعمل حدود تحت الشركة. بجيب في السطر بتاع الشركة، بمشي الحدود من هنا. آخر حاجة حدود وتظليل. بمشي بختار شكل الخط. وفي الحالة دي أنا ما عندي شبكة لأنه ما جدول. بقول له بزح على الخط الفوق والخط اليمين والخط اليسار، وأخلي الخط التحت أعمل موافق. تمام. طيب لو صغرنا الورقة شوية بعلامة الناقص تحت، فبلقى إنه الفاتورة مبدئيا كده التصميم بتاعها بقى واضح وظريف. جميل. حلو. ده الكلام عن الجدول اللي اشتغلوا عليه كتير مرة ومرتين وثلاثة عيدوا، ونسقوا الفاتورة دي بطريقة نهائية عشان ما تنسوا الأدوات اللي كانوا اشتغلناها في الصفحة الرئيسية. هنوقف على كده إن شاء الله، ونجي المحاضرة الجاية نشوف لنا موضوع جديد. موفقين، ونتلاقى في المحاضرات الجاية. السلام عليكم.